ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ انتي بتعملي ايه؟ يعني يا عيني الشاب واقف بيشتري حاجة يا عيني، ويلاقي يعني واحدة غريبة عمالة تعمل حركات غريبة على موبايله، وهو يا عيني ولا هنا، يعني اللي هو مش عارف ايه اللي بيحصل. ودي عمالة تتصور وعمالة تعمل معرفش ايه. ناوية على ايه بقى؟ ايه اللي انتي ناوية عليه؟ والله انا عن نفسي معرفش ايه اللي حصل في الفيديو. انا بتفرج يعني معاكو زيكم بالظبط، احنا بنتفرج عليه سوا. فاللي هو ادينا هنشوف ايه اللي هيحصل في الشاب يا عيني ده بعد ما هي اتصورت بقى. يا ترى هي اتصورت على موبايله كده ليه؟ ايه ده مالكو؟ مش كده، ما يصحش. ايه ده؟ اتقفشتوا؟ اتقفشوا. تستاهلوا والله تستاهلوا. يا سلام، عقبال كل خاين وخاينة كده لما تتقفش كده وتتقفشوا وتستاهلوا بصراحة، يعني ما يبقاش كده متصانين وشايلينكم في عينينا وفي الاخر انتوا تروحوا تخونونا. لا، تستاهلوا ان انتوا تتقفشوا. اه والله العظيم. ايوه انتوا عالم تستاهل كل حاجة. طالما انتوا عالم خاينة يبقى انتوا تستاهلوا تتقفشوا. امسكي بقى اديها على وشها. صورة البنت، هي دي عايزة توقع ما بينهم. لا بس هو هنا يعني عشان ما نظلمهوش برضه، نقول اللي لينا واللي علينا يا جماعة. ايوه، ما ينفعش ان احنا نكذب. انا اي نعم بحب الخير بس بحبه قوي. فاللي هو اقول اللي عليا واللي مش عليا. هو ما كانش يعرف حاجة بخصوص البنت اللي جت تتصور دي. هو ما كانش يعرف عنها حاجة والله. ده هو كان بيشتري حاجة وكان بياخد قصدي المشاريب، ولقى يا عيني نفسه كده في واحدة بتتصور وواحدة معرفش ايه والكلام ده كله. فما فيش حاجة، ما تقلقيش بخصوص البنت اللي هي لقيتي صورتها على الموبايل دي. اما البنت التانية دي انا معرفش ايه قصتها بصراحة. استنوا يا جماعة، البنت اللي هي صورت نفسها من على الموبايل هي برضه نفسها البنت اللي هي لابسة اسود دي. فهنا بقى طلعت ان هي كان في واحد تقريبا خاطفها ولا بيهددها ولا معرفش ايه. فحصل بقى اللي انتوا شفتوه من شوية ده. ودلوقتي هي بتشكر الشاب ده وبتتأسف له يعني على اللي حصل، وان هي اتصورت من على موبايله من غير ما تاخد اذنه والكلام ده كله، وان هي كانت في خطر وكل الكلام ده. وحبيبته بقى هي رجعت بقى حبيبته الأصلية، لأن أنا كانت اتلخبطت معايا الدنيا. تقريبا بقى بتقول لها أنا آسفة وما كانش قصدي والكلام ده كله، وأنا عملت كده علشان خاطر عايزاه يحميني وعلشان خاطر أنا كنت في خطر وكل الكلام ده كله. فيعني بقى البت كانت فاكرة ان حبيبها فعلا خانها وفي واحدة متصورة على موبايله وما عرفش ايه. بس طلعوا مظلومين، والبنت دي يعني طلعت مخطوفة، يعني صعبت عليا وقطعت قلبي تقطيعا.
الخير البت والله ما حبتش انها تبوظ الدنيا وتبوظ العلاقة دي، بالعكس لا دي صالحتهم وحاولت ان هي تراضيهم وظبطت الدنيا ما بينهم علشان ما يقدمهاش ضميرها وتحس بتأنيب الضمير. خلاص بقى ما تزعليش بقى ويبقى قلبك اسود كده، ما هي عرفتك كل حاجة اهو، ماشية ليه لا يقوم رايح للبت اللي هي اتصورت دي في موبايله. بصراحة البت مزة، حاولي ان انتي ما تزعلهوش بقى.